أهلين حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم طليت عليكم فيديو جديد اللي هو وصفة قاطو الصينية، يجيكم يهبل وهشيش يقرمش، خاصة القهوة تاع العشية ولا ديريه للفطور تاع الصباح يعني. وفي وقفة ديريه مقادير اقتصادية. تبعوا معايا طريقة التحضير. قبل ما نبدو صلوا على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة نبدأ بالمقادير اللي هي عندي 3 بيضات درجة حرارة الغرفة، وعندي نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع مايزينا، كاس تاع زيت، وعندي وحدة خميرة تاع حلويات، وكيس تاع لافاني، ورشة تاع ملح والفرينة. أول حاجة هنا نكسر البيض تاعي، من بعد نزيد عليه رشة تاع ملح، ونزيد عليه نص كاس تاع سكر عادي، والكيس تاع لافاني، ومن بعد نخلط كلش. هنا البنات الباتور تاعي للاسف راهو فسد لي، دونك استعملت البرا ميكسور. نتوما استعملوا باتور ولا كيما حبيتو، ميم الفوي، مي لازم تخلطوا مليح باه يطلع السكر مع البيض. اذا هنا نخلط بالبرا حتى يولي لي الخليط تاعي ابيض كيما تشوفوا. ومن بعد نزيد عليه الزيت نزيد ولا دفعتين، معناها نزيد نص الكاس الاول ومن بعد نزيد النص الثاني، ونخلط حتى يتخلطوا المكونات تاعي كامل. من بعدها نزيد المايزينا اللي هي نصف كاس، ونخلطها كيف كيف بالبرام. قبل ما نحل البرا نخلط الساعة باه ما تطيرش عليا الغبرة هذيك، ومن بعد نحل البرا ونخلطها كما تشوفوا. يعني الطريقة راهي بسيطة. من بعد هنا كملت بالبرا، راح نجي نزيد الفرينة ونزيد عليها الكيس تاع خميرة الحلويات، ونخلط بيديا باه نعرف العجينة تاعي والقوام تاعها. اذا نبقى نزيد الفرينة على دفعات حتى نتحصل العجينة طرية. العجينة تاعكم لازم تكون طرية باه يجيك من الجاتو خفيف، سينو راح يجيك من الجاتو يابس. إذا يعني الفرينة زيدوها بحذر، زيدوا وخلطوا حتى تشوفوا العجينة تاعكم. ومن بعد نخليها ترتاح، يعني غطيها بابي سلوفا ونخليها ترتاح قيس ما نلم هذوك الماعين هذوكا، ومن بعد نجي نخدم معاكم. بعد ما ارتاحت لي العجينة يعني ميم با قيس 10 دقايق، هنا جبت بلا اللي كان عندي وفرشت لي بابي كويسون وحطيت العجينة تاعي كامل، ونحاول نحلها كامل على البلا. البنات الا ما عندكم بابي كويسون تقدروا تدهنوا البلاط تاعكم بالزيت باه ما تلصقش معاكم. من بعد نجي نريقلها على الحواف باه تجيني الخدمه مفينيه. وديجا كنت مشعله على الفور تاعي يسخن مليح، ومن بعد ندخلها طيب غير من التحت، على خاطر من الفوق راح ندير لها الشوكولا. شوفوا هنا بعد ما طابت لي خرجتها وخليتها تبرد، يعني لازم تبرد. ومن بعد هنا حكمت شوكولا تارتيني، زدت لها شوية تاع زيت ونصبها من الفوق، ونحاول كيف كيف نحل الشوكولا هذيك كامل على الجاتو تاعي. نتوما الى ما حبيتوش تزينوها بالشوكولا تقدروا يعني قبل ما تطيبوها تدهنوها بصفار تاع بيض وديروا لها الججلانيه وتدخلوها الطيب، ولا تزينوها بالكونفيتير، يعني كيما حبيتوا لكم الاختيار. اذا هنا بعد ما درت لها الشوكولا وجمدت لي شويه، درت عليها من الفوق نواه كوكو. يعني كيما قلت لكم التزيين راهو اختياري، كل واحد كيما يحب يزين. كما شفتوا حبيباتي الوصفة راهي سهلة والمقادير راهي اقتصادية، يبقى فقط التزيين اختياري. نتمنى تجربوا الوصفة وتخلوا لي تعليقاتكم. اذا هنا بعد ما ندير لها نواه كوكو راح ندخلها للفريجيدير تبرد شويه، يعني قيس ما تجمد الشوكولا هذيك مليح، ومن بعد نجي نقصها معاكم. كما شفتوا هنا قصيتها على شكل كاريات. شوفوا النتيجة جا ما شاء الله يذوب في الفم يعني. والبنة ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوا الوصفة وتخلوا لي تعليقاتكم، ويعطيكم الصحة على التعليقات اللي فاتوا. ونتمنى لي ما دارتش ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا، وان شاء الله نتلاقوا في وصفات اخرى.